أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين بيان. معنا الآن سعادة الدكتور محي أحد العلماء الطب البيطري، هيكلمنا عن بعض الحاجات المهمة الخاصة بالطب البيطري. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا في نقابة الفيوم. دي نقابة عزيزة عليا قوي، نقابة الطب البيطري في الفيوم. دي نقابة عزيزة عليا قوي، كل زملائي الأحباء فيها. أنا النهاردة جاي علشان هتكلم مع زمايلي في موضوعات طبية بيطرية كبيرة تفيد وتهم كل الزملاء الأحباء، وتهم كل المواطنين، وتهم كل الناس المربيين. ازاي حضرتك الموضوع النهاردة إن شاء الله أنا هتكلم على عسر الولادة والأمراض التي تأتي بعد عسر الولادة لجميع الحيوانات. ودي حاجة لجميع الحيوانات ودي حاجة جميلة جدا علشان التخصص دهوت يعني بيقع فيه كمية كبيرة من الأطباء البيطريين الصغيرين اللي هم لسه حديث التخرج. فأنا بوجه نظرهم إلى التعامل الصحيح في حالات عسر الولادة، وإزاي يتفادى عسر الولادة عشان ما يحصلش مشاكل في الحيوان. وفي نفس الوقت لو حصل عسر ولادة وحصل فيه مرض وراء عسر الولادة قد يؤدي بحياة الحيوان اللي أنا ولدته، أو اللي الأونر ولده، أو اللي الجساس ولده. ببدأ أنا أعالجه علاج صحيح عشان خاطر أزود من الثروة الحيوانية وأزود من اقتصاد البلد، لأن النهاردة الثروة الحيوانية في تناقص. ولكن أنا لما أعلم الطبيب البيطري اللي لسه متخرج الطريقة الصحيحة للعلاج والتعامل مع حالات الولادة العسرة والأمراض اللي بتنتج وراها، هينجح في علاجها ويزود بطريقته عدد الثروة الحيوانية اللي هي بتزود اقتصاد مصر، وبيزود الاقتصاد المصري بطريقة غير بطريقة ملحوظة، وبيمنع وبيزود كمية الثروة الحيوانية اللي موجودة في مصر، وبناء عليه بيقلل الاستيراد ويقلل العبء اللي على الدولة من الاستيراد. شكرا جزيلا. أنا